قبل أي حاجة ما انتش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ويلا بينا استكمال لأحداث الجزء الأول. لو ما شفتوش هتلاقي في أول كومنت تحت. فيلمنا بيبدأ بروبرت نيك هو على كوكب الفطر، وبيكون مخلي صخرة صاحبه ومسميها ستون، وبيكون تايه بسبب سونيك، وبيكون بيجهز جهاز عشان يبعت بيه إشارة بالشعرة بتاعت سونيك، وبيوصلها بتيار كهربي وبتعمل موجة طيار عالية زي اللي حصلت من سونيك في الجزء الأول، وبيغمى عليه. وفجأة حد بيروح له عشان الموجة اللي عملها دي، وبيروحوا ناحيته وبيجوا ياخدوا من الشعرة ديت، بس هو بيقوم وبيكون مجهز ليهم أفخاخ، وبيخلص على كل واحد فيهم بفخ، وبيكون مبسوط إن أخيرا هيعرف يسيب الكوكب ده. وبيروح يجري على الحلقة اللي مفتوحة، بس بيلاقي حد جاي له وبيقع مكانه في الأرض، وبيكون أنفض زي سونيك بس اسمه ناكلز. وبيسأل روبوت نيك أنت جبت الشعرة ديت منين؟ قال له من أنفض أزرق على كوكب اسمه الأرض، وهكون مبسوط لو هرشدك ليه. بنروح لكوكب الأرض وبيكون فيه مجرمين سارقين والشرطة بتجري وراهم، وبيكون سونيك على سطح بيت وبينزل يجري وراهم وبيضرب في السواق واللي جنبه، وبيسوق هو العربية. سواق العربية بيحاول يكلمه بس سونيك بيشيل لازقة من على بقه وبيكون مصدوم منه، بس سونيك بيقول له إن هو البطل، وبيكون مسمي نفسه الفجر الأزرق. وبيكون هيخبط في واحدة وبيلحقها، بس الكنابل بتروح عليه، وبيقول له السواق إنها مش مشكلة عشان مش مولعة، بس بتولع فجأة وبيرمون في عربية الزبالة وبتتفجر. والسواق بيقول له في صوت واحدة كمان، وبيدور سونيك عليها لحد ما بيلاقيها، وبيكون سايب العربية لوحدها وبيلاقيها وبيرميها وبتنزل في المجاري. وبيكون سونيك رايح بالعربية هيخبط ناس كتير، وبيلاقي حاجة تفك المسامير، وبياخد الجهاز ده وبيفك العربية كلها من بعضها، وبتقف قدام الطفل اللي موجود وبينقذهم كلهم. بس القنبلة اللي اترمت في المجاري اتضربت في المجاري اللي في المدينة كلها، والشرطة بتيجي تمسك المجرمين. وبيرجع سونيك لجرين هيلز تاني وبيروح على البيت، وبينزل بالراحة وبيتحرك على أطراف صابعه، وبيفتح ورقة بيلاقي ريشة من لوجو كلو، وبيفتكرها وبتكون وحشته، وبيحطها في كيس الحلقات وبينام عشان صحته اللي ينقذ المدينة. والكلب بيروح يصحيه، وبتدخل مرات توم عشان تصحيه، ويروح يصطاد معاه، بيقول لها انه هو صحي خلاص. وبيكون في القارب في البحر وتوم بيتكلم معاه، بس سونيك مش بيرد وبيكون نايم، وبيقع في المية وبيقول له توم ينقذه عشان مش بيعرف يعوم. وتوم بيطلعه وبيقول له بما انك نمت وكده، انا طلعت اوضتك امبارح ولقيت انك عامل حاجة على صوتك عشان يمنعه يدخل، بس بيكون عارف ان هو خرج ومسجل صوته ومش بيكون موجود. وبيوري الصحف بتقول ايه، وبيقول له هتفضل كده لحد امتى انك تجري وتخرج من وراه وتعمل نفسك باتمان. بيقول له سونيك ان هو لازم ينقذ الناس، بس توم بيقول له ان هو دمر حي كامل، بس سونيك بيقول له ان هو وقف عملية سرقة وكان بطل. توم بيقول له ان هو عرض حياة الناس للخطر، وبيقول له اكيد هيجي وقت ويبقى البطل فيه، بس مش انت اللي هتختار الوقت ده، هو هيجي لوحده. وبيتفقوا على كده، وبيتحرك سونيك بالقرب بسرعة وبيجروا بيه. وبيكون توم ومادي رايحين فرح، وبيكون سونيك عامل لهم حلقة يعدوا منها، ومادي بتكون مبسوطة بس يقول لها ان هو لازم يفتشها، بيكون عامل زي جهاز الانذار اللي في المطار. وبيفتش توم برضه وبيودعهم، وبيديله سونيك حلقة عشان يستخدمها وهو راجع، وبيمشوا. وبيكون سونيك مبسوط ان هو لوحده وبيجيب كل حاجة عاوزها، وبيفضل يلعب براحته، وبيملى البيت كله صابون، وبيفضل يلعب هو الكلب. وبيخرج تيلز من الحلقة بيكون معاه جهاز، وبيقول لو النتائج دقيقة فهو هنا، وبيتمنى يوصل له قبل ما الوقت يعدي، وهنعرف دلوقتي ليه. وبيكون تيلز بيطير، توم بيرن على سونيك، بيجري سونيك ويلم كل حاجة تاني وبيرد عليه، وبيكون بيطمن عليه عامل ايه، وبيقول له ما يعملش مشاكل. سونيك بيقول له مشاكل ايه، بس كل حاجة كويسة هنا، وبيقفل. وبيكون سونيك والكلب بياكلوا فشار وقاعدين يتفرجوا على فيلم، وفجأة حلقة بتتفتح جنب البيت والنور بيقطع، وبيلاقي التلفزيون بيشتغل، وبيكون بدأ يخاف، وبيلاقي حاجة بتفتح الباب، وبيكون اجمان وبيقول له وحشتك. سونيك بيقول له انه ما يعرفش هو رجع ازاي، بس هو عمل غلطة. اجمان بيقول له بالعكس لما انت افتكرت انك كسبت، وبيجي يضرب اجمان بس بيوسع، وبيلاقي ناكلز مقابله وبيضرب سونيك، وبيكون مستغرب من ده. سونيك بيقول لاجمان مش مهم جبت مين، بس مش هتاخد قوتي. بيرد ناكلز عليه بيقول له انت شايفني محتاج قوتك، وبيجري عليه تاني بيرميه بره البيت، وبيقول له ناكلز هو فين، وبيفضل يقول لسونيك انه ضعيف ومش جدير. وسونيك بيروح عليه بس ناكلز بيقدر يوقفه، وبيضربه وبيرميه في الارض تاني، وبيقول له ان القدر بتاعه له يملك القوه اللامتناهيه، بس سونيك مش بيكون عارف. وبيقول له ما يتغباش، يا اللي كنت بتتمرن مع لونج كلو. بيقول له انت عارفها منين؟ قال له ان هي وشعبها كانوا اعداء لقبيلته اللي هي اكيدنا، وماتوا على ايدهم. بس تيلز بيدخل بعربيه شرطه يخبط ناكلز، وبيقول لسونيك يدخل بسرعه، وسونيك بيقول له انت مين، وبيركب قبل ما ناكلز يفوق، وبيجروا بالعربيه، وبيكون اجمن على الازاز عشان ما يعرفوش يجروا، بس تيلز بيرميه على جنب، وناكلز بيروح يجري وراهم هم سايقين العربيه. وبيتعرف سونيك وتيلز، وبيسال سونيك مين ده، قال له تيلز ده ناكلز اخر فرد من اكيدنا، والمحارب اللي اكتر خطوره في المجره، ومهووس يلاقي حجر الزمرد. وبيقول سونيك اللي بيتحكي قبل النوم، وبيقول تيلز ان ناكلز فاكر ان هو حقيقه ومفكر المفتاح معاك، وبيكونوا فاكرين خلاص جري منه، بس بيعدي من العربيه وبيجري على العربيه بتاعتهم، وبيكون عايز يموتهم. بس تيلز بيقول لسونيك وهو واثق فيه، قال له لا انا لسه قبلك، وبيخبط تيلز في السور عشان ينط بالعربيه،
بياخد سونيك وبيطير بيه بعيد، وسونيك بيكون متفاجئ وبيوصل ايجمان وبيلاقيهم طايرين بعيد، وبيبعت اللي شغال معاه يوصل له ان هو رجع تاني، وبيكون قلب المكان محل مشروبات، واول ما بتوصله رساله بيقول لهم قفلنا وبيقفل المكان، وبيحول المكان للمختبر بتاع روبوتنيك، وبيبعت له حاجه من الفضاء لمكان روبوتنيك، وبيدخل يغير ويلبس اللبس بتاعه، وناكلز بيكون طالع على الصخر، بس روبوتنيك بيخلي الروبوتات تعمل له سلم وبيطلع عليه، وبيقول له هيساعده يلاقي حجر الزمرد عشان يدمر سونيك، وبيتفقوا على كده. بنروح لسونيك وبيقول لتيلز ان هو مش عارف ليه ناكلز مفكر مع حجر الزمرد، بيقول تيلز اكيد في سبب او رابط وكده، وبيطلع الخريطه اللي سابتها له لونغوكلو، وبيلاقي رسمه حجر الزمرد، بيلمسها بيلاقي نور طالع من الورقه وبيسيبها، واللونغوكلو بتطلع منها وبتكون مسجله لسونيك ان لو هو بيشوف ده فهي حصل لها حاجه، وبتقول له بتمنى تكون وصلت الارض بسلام، وعلى الارض مكان سري لحجر الزمرد، والحجر ده ليه القدره ان هو يحول الافكار لحقيقه، ولو وقع في الايد الغلط هيهدد اشكال الحياه كلها، وكان واجب لونغوكلو ان يتهم حجر الزمرد، ودلوقتي بقت مسؤوليه سونيك، وبتقول له يتبع الخريطه ويحمي حجر الزمرد، وبتودعه وبياخد الخريطه، وبيكون اول مفتاح في سيبيريا، وبتكون بوصله هترشدهم لحجر الزمرد، بيفتح سونيك حلقه لسيبيريا، وبيدخل هو وتيلز، وبيروح روبوتنيك المختبر بتاعه، وبيدخل ناكلز وبيقول له مين ده؟ انفض فراي. ناكلز بيقول له انفض، انا من قبيله اكيدنا ومتدرب من اول ما اتولدت على كل انواع القتال، وبيسلم عليه وبيكسر له ايده، وبيحول روبوتنيك المكان للمختبر بتاعه، وبتكون طفله شايله خواتم الجواز، وتوم بيحب يعمل نفسه ساحر وبياخد منها خاتم وبيطلع من جنب ودنها، وخليكم فاكرين الموقف ده هنحتاجه كمان شويه. وبيكون سونيك وتيلز ماشيين ورايحين سيبيريا، وبيكونوا ضايعين وبيلاقوا نور وبيكونوا هيروحوا هناك، وبيكون تيلز مقلق، بس سونيك بيقول له ان الناس على الارض كرماء جدا وبيحبوا يقوا الناس في بيوتهم، وبيدخلوا بيكونوا ملثمين عشان محدش يعرفهم، وكله يبص عليهم وبيكونوا مرعوبين منهم، وبياخدوا ترابيزه، وتيلز بيخلي الجهاز يترجم، وبيكون تيلز هو اللي مخترع الجهاز ده، وبيقول تيلز لسونيك فاكر اللي لعب في ملعب البيسبول لما الانفجار حصل؟ الانفجار ده وصل للكوكب بتاع تيلز وشافه بينقذ المدينه من راجل مجنون، ولما عرف ان ناكلز بيدور عليه فجأة عشان يساعد سونيك، وبيكون توم بعت له يطمن عليه، وبيكون روبوتنيك مخترق الموبايل بتاع سونيك، وبيكون ناكلز بيقرا الكلام، وبيقول سونيك لتوم ان هو في البيت، بس روبوتنيك بيحدد مكان سونيك وبيعرف ان هو في سيبيريا، وبيروحوا ناكلز عشان يدوروا على سونيك. سونيك وتيلز بيلاقي لسان جاي لهم في طبق، وبيتكلم تيلز في الجهاز فبيترجم غلط وبيشتم الست، وبتجمع الناس عليهم وبيشدوا اللبس من عليهم وبيكونوا شالوهم ويرموهم في النار، وتيلز بيدور على اي عادات سيبيريا وبيلاقي كلمه بيفونكا، واول ما بيقولها بينزلوهم وبيكونوا مش عارفين معناها اصلا، وديت بتكون عاده سيبيريا عشان تحل الخلافات، ولو كسبنا هيسيبونا، وبيفضوا المكان كله، بيكونوا نسوا الخريطه على الطاوله، وبتكون مسابقه رقص، وفي البدايه سونيك وتيلز مش بيعرفوا يرقصوا سوا، بس بعد كده بيعرفوا يتحركوا زي بعض وبيرقصوا سوا، وكله بيكون مبسوط منهم وبيسقفوا ليهم وبيكسبوا، والناس كلها بتكون فرحانه بيهم. وتيلز بياخد سونيك وبيطير عشان يروح عند الاحداثيات، وبيكون مكان في كهف في الجبل، وبيدخل بيلاقوا باب كبير على شكل بومه، وبيدخلوا وبيترجم تيلز اللي مكتوب، وبيقول من سنين مجموعه من محاربين النوبه اللي معروفين باكيدنا عملوا حجر الزمرد، وبتكون عددها 7 احجار، وبيكونوا عشان يصنعوا اقوى سلاح وهو حجر الزمرد الاكبر، ولو وقع في ايد محارب واحد يقدر يهزم جيوش كامله، وفي مجموعه من الابطال رجعوا حجر الزمرد عشان يحموه، وبكده كان البومات واكيدنا بينهم حروب من قرون، وبيكون في رموز المفروض يعملوها عشان تفتح ليهم، بس بتكون معموله على الخريطه اللي مع سونيك وبيعملها وبيكون صح، وبيطلع لي البوصله وهي اللي هترشدهم للحجر، وبيلاقي ليزر على دماغ تيلز، وبيكون روبوتات روبوتنيك جات وبيجوا يخرجوا بس بيدمروا المخرج، وبيجوا لهم روبوتنيك وناكلز وبيشكرهم روبوتنيك انهم ما جابوا البوصله، وبينزل لهم ناكلز وبيرمي روبوتنيك على سونيك سرو، بس بيمسكه وبيرميه على ناكلز، وبيخرج سونيك وتيلز، وبيقول سونيك عشان يشتتهم كل واحد في اتجاه، هو يطير في الجو وهو يمشي على الارض والروبوتات وراهم، وبيضربوا على سونيك بس مش بيعرفوا يجيبوه بسبب سرعته، وسونيك بيوقعهم بكرات تلج، وبيلاقي مجموعه كامله مستنياه بس بيتحرك بسرعته وبيدمرهم كلهم، بس ناكلز بيكون جاله وبيفضل يضرب في سونيك وبيكون عاوز البوصله، وهو فضل حياته كلها يتدرب عشان اللحظه دي. سونيك بيقول انه ما اتدربش نهائي وبكده هو سابقه، وبيكون سونيك هيقع والحلقات بتقع منه، وبيقول له سونيك ان هو غريب وعنده مشاكل غضب خطيره، وان هو ظهر فجاه وبيدمر حياته، بس ناكلز قال له ان هو خسر كل حاجه بسببه، وقبيلته كانت على وشك تحقق اعظم انتصار ليها، ولو اخر محارب من البومه، وكانت اسرار لونغوكلو اللي متعلقه بحجر الزمرد هتكون ملك ليهم، بس ابوه منعه من ان هو يشارك في القتال ده، وقال له ان هو هيجي وقته عشان يكرم قبيلتهم، وكانت اخر كلمه ليه وما شافوش تاني. وسونيك بيقول له خسرنا كل حاجه في اليوم ده، وبيفتكر لونغوكلو، وتيلز بيرمي على ناكلز حاجه بتكهربه، وبيكون فاكر سونيك متفق مع تيلز، وبيرمي سونيك
سونيك البوصلة عشان تيلز ياخدها ويمشي، بس روبوتنيك بياخدها الاول وبيضرب تيلز بصاروخ، وبيروح سونيك على تيلز جري وبيسيب البوصلة، وبيكون ناكلز مستغرب من كده، وبيكون الجبل بيتهدى عليهم وسونيك بيحاول يصحي تيلز بس مش بيعرف، فبيشيله وبيجري بيه، وبيكون الفرح شغال وموبايل توم بيرن، وبيكون سونيك بس مش بيرد عليه، وسونيك بيرن تاني وبيبعت له رسالة، وبيقوم عشان يكلمه بيقول له ان هو في ورطة دلوقتي ولازم يرمي الحلقة اللي اداها له عشان يعيش، وبيقول له ان هو مش عارف المكان فين، فبيوري سونيك المكان وقال له يتخيل ويرمي الحلقة، وبيجي توم يرمي الحلقة بس بتقع على الارض، وبيكون بسبب ان هو بيلعب مع الطفلة اخذ الدبلة واداها الحلقة، وبيكون هرشة هتلبس الحلقة خلاص، قال له توم انا هتصرف، وبيروح يقول لهم عاوز اشوف الخاتم، وبيقول لهم هرجعه بس مش بيرضوا، فبيضرب توم راندل وبياخد الحلقة وبيرميها، وبتتفتح لسونيك بوابة وبيدخل هو وتيلز وشوية من التلج اللي كان معاهم، وبيروح يقول له ايه اللي حصل، قال لهم روبوتنيك رجع وبيدور على حجر سحري اسمه الزمرد ولازم نرجعه والا هيدمر العالم، وبيترمي على سونيك شبكة كهرباء، وبيكون الفرح ده كله لعبة من الحكومة عشان يمسكوا سونيك، وبيكون كل دول عملاء حتى راندل العريس بيكون عميل، وبيحطوا سونيك وتيلز في اقفاص وبياخدوهم، وتوم بيحاول ينقذهم بس مش بيعرف وبياخدوا معاهم، وبيقول لهم انها اتشكلت حملة ضد الفضائيين ولازم يحتجزوهم، وبتقول له ماديا وبالنسبة لروبوتنيك قال لها مات، قالت له لا ده هو رجع، وبتروح ماديا تنقذ سونيك وتوم وتيلز، وبيوصل روبوتنيك وناكلز للشط وبيلاقوا مكان البوصلة وبيحطوها على الارض، والارض من تحتهم بتتحرك وروح بيخرج وبيروح لحد نص البحر، وفجوة بتحصل وبيكون روبوتنيك مصدوم من اللي شايفه، وبيشوف سونيك وتوم ومادي اللي حصل، وبيقول لهم سونيك دي مشكلة كبيرة والبوصلة ودتهم خلاص لحجر الزمرد، وسونيك بيقول لهم ان هو الوحيد اللي قادر يوصل لهناك بسرعة ومفيش وقت ومش هيخلي حد يتأذي بسببه تاني، وتيلز بيفوق بس مش بيقدر يقوم، وسونيك بيروح عند المية وبيكون بيخاف منها بس بيقول ان هو لازم يجري بأسرع سرعة عنده عشان يعرف يوصل لحجر الزمرد، وبيخبط في موجة وهو بيجري وبيغمى عليه وبيطلع على الشط من الموج، وبيروح ناكلز وروبوتنيك يدوروا على حجر الزمرد وبيقابلوا مفخاخ في كل مكان وبيقدروا ينجحوا يعدوا من كل ده، وبيكون في نار وسكاكين وسهام وبيكونوا ماشيين في متاهة، وسونيك بيروح لهم في الوقت الحالي وبيقوم يجري بسرعته وبيعدي من اي فخ بيقابله بكل سهولة، وناكلز بيكون بيكسر في الجدران عشان يوصلوا اسرع لحجر الزمرد، وبيروحوا فعلا لحجر الزمرد، وبيكون ناكلز مبسوط، وبيكون روبوتنيك هيغدر بناكلز بس بيسمع صوت سونيك وهو بيتحرك فوقهم وبينزل لهم من السقف، وبيقول له ناكلز ان هو ما كانش لازم يتدخل في مصيره، قال له مصيره ان هو يحمي عيلته واصحابه ولو عاوز حجر الزمرد لازم يعديه، ويروحوا يتعاركوا سوا، وسونيك بيقول له ان هو مش عاوز يقتله بس ان هو ما سابلوش اي اختيار تاني، وبيكون ناكلز بيطلع عشان ياخد الحجر بس سونيك بيجري لدرجة ان هو بيكسر السلالم وبيمسك ناكلز يضربه حبة حلوين، بس ناكلز بيقوم بعدها عشان يضرب فيه، وسونيك عمال يتحرك بسرعة وناكلز مش عارف يضربه، وبيكون روبوتنيك وصل لحجر الزمرد وناكلز بيكون هيضرب سونيك بصخرة بس بيقول له ان روبوتنيك بيسرق حجر الزمرد، وبيبص يشوف وبيقول له ما اتفقناش على كده وانا وثقت فيك كنت صاحبي، بس روبوتنيك بيفضل يضحك عليه وبيمسك روبوتنيك حجر الزمرد والمكان كله بيتدمر والميه بتدخل المكان، وهم جايين يهربوا صخرة بتنزل على ناكلز ومش بيعرف يطلع وبيغمى عليه، بس سونيك بينزل الميه وهو مش بيحبها عشان ينقذ ناكلز، وبينزل يساعده وبيفوق ناكلز وبيعدوا لحد 3 وبيرفعوا الصخرة سوا، بس ناكلز بيطلع لفوق وسونيك مش بيعرف يعوم فبيفضل تحت لحد ما بيغمى عليه، بس ناكلز بينزل عشان يطلعه وسونيك بيرمي عليه رمل، وبيكون ناكلز زعلان وبيرموا على بعضهم رمل، قال له سونيك انقذتني ليه؟ قال له ناكلز عشان انت انقذتني الاول، قال له سونيك ان هو ما كانش يعرف يسيبه يموت، قال له ناكلز ليه؟ ده انا من اول ما شفتك وانا عاوز اموتك، قال له عشان دور البطل مش انك تعتني بنفسك، لا ده مسؤولية الناس التانية، وبيسمعوا صوت جاي وبيكون تيلز وبيقول سونيك لناكلز ما خسرناش لسه يلا بينا، قال له انت على الجبل قلت لي خسرت كل حاجة زيي بس عندك امل وحرية ازاي عملت كل ده؟ قال له انه ما عملش كل ده لوحده ولا عيلة ولا اصحاب وانت تقدر تعمل كده ومفيش داعي تبقى لوحدك، وبيمد ايده بس ناكلز بيمسكها جامد، وبيكون بيشرح على مكان روبوتنيك وبيحصروا المكان، وبيخرج لهم روبوتنيك بره والزمرد بيكون مديله قوة كاملة وبيقدر يفك دبابة كاملة وبيعمل اعصار، وبيبدأ ياخد كل حاجة موجودة حواليه في الاعصار، العربيات والطيارات والقطر اللي كان معدي كمان، وبيكون سونيك وناكلز وتيلز جيهم، وبيكون روبوتنيك بيجهز روبوت كبير وبيتحكم فيه في كل حاجة، وبينط ناكلز من الطيارة وناكلز بيروح يقول له خاين، وروبوتنيك بيحاول يستهزأ بيه وبيضربوا ناكلز بس مش بيحصل له اي حاجة، وتيلز بيضرب على روبوتنيك نار بس بيدمر الطيارة، وسونيك بيكون راكب على الصاروخ وبيلف بيه وبيوجهه الروبوتنيك، وبيتجمعوا هم التلاتة وبيقولوا صعب يغلبوه طول ما هو معاه حجر الزمرد، بس سونيك بيقول لهم ان هم تلاتة واحد عنده قوة والتاني عنده ذكاء وهو عنده سرعة وهنكسب، وبيبعت لهم روبوتات تموت فيهم وبيرمي عليهم صواريخ وبيفكروا ايه نقطة الضعف عنده، وبيتفرقوا وبيروح سونيك يستفز روبوتنيك ان هو يجري وراه وبيعمل كده فعلا، وبيشيل تيلز ناكلز وبيحطه على روبوتنيك، وسونيك بيحاول يستفزه عشان يبعد عن الناس وبيضرب روبوتنيك عليه ليزر من عينه، وبيكون ناكلز وتيلز على ظهره وبيدمر الجسر اللي سونيك عليه وبيوقعه وبيكون سونيك اغمى عليه، بس تيلز بيدخل وبيضعف العدد بتاعه مش بيكون عارف روبوتنيك من الحقيقي لحد
لحد ما بيوقعه، وناكلز بيروح يقول له خاين وبيضربه بيخرج منه الزمرد. الآلي بيفصل وبيكونوا كلهم بيقعوا، وسونيك بيفوق بيلاقي حجر الزمرد واقع قدامه ومش بيكون قادر يتحرك بس بيحاول يوصل له. وروبوتنيك بيكون قام بالآلي ورا سونيك، وتوم ومادي بيروحوا لسونيك بالعربية، وسونيك بيلحق يشيل حجر الزمرد، وتوم وماري بيلحقوا يشيلوه برضه قبل ما روبوتنيك يدوس عليه. بس روبوتنيك بيضرب العربيه وبتتقلب وبيخرجوا، والحجر بيتكسر وبيخرج السبع احجار منه، وبيكون روبوتنيك عايز يموتهم وبيقول لهم سونيك يمشوا وهو عاوزه هو. مادي قالت له لا احنا عيله، وبيمسكوا ايد بعض وبيكونوا متوقعين موتهم خلاص، بس السبع احجار بتتكون تاني وروبوتنيك بيدوس عليهم، وبيكون روبوتنيك مبسوط ان اخيرا قتل سونيك. بس سونيك بيكون شايل رجل روبوتنيك ولونه متحول لذهبي وبيقدر يخرج من رجله، وبيفكه في الروبوت، وبيكون روبوتنيك عاوز يفتح صفحه جديده معاه بس بيكون بيليه عشان يضربه، بس بيقدر سونيك يصد الضربه سهل وبيفجر دراعه وبيبدا يدمر فيه كله وبيوقعه. وبيكونوا رايحين على سونيك جري، بس ناكلز بيقول لهم لا عشان معاه قوه حجر الزمرد وده ما بقاش سونيك اللي احنا عارفينه. وبيعمل سونيك عاصفه وبيجيب سندوتش ياكله في ايده وبيوقع على ناكلز وبيقول لهم لا هو سونيك، وبيطلع سونيك حجر الزمرد من جسمه وبيقول لهم ان هو بيحب لونه الازرق احسن. وبيسالوا تيلز ان هو تخلى عن اكبر قوه ليه، قال له ان هو حابب نفسه كده. وبيجمع ناكلز الزمرد تاني وبيسالوا ما يعملوا فيه ايه، وبيكونوا اصحابه بيتفقوا يحموا الحجر سوا هما التلاتة، وبيكونوا بيلعبوا سوا بيسبول، وبيرمي تيلز الكوره بس ناكلز بيضربها بايده وبتعدي المكان، وبيكونوا مبسوطين سوا وبيكونوا هينسوا حجر الزمرد. بس سونيك بيرجع وهم بيدوروا في التدمير اللي حصل، بيكون راجل الجيش مبسوط ان روبوتنيك مات، بس بتقول له الجنديه ان هم لقوا حاجه وهو ملف مخفي من 50 سنه. بيقول لها هو ايه ده؟ قالت له احداثيات له من شقه سريه وكانوا محتجزين في حد، وبيكون حد شبه سونيك اللي هو شادو، وده اللي هنتكلم عليه في الجزء الثالث. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عاوز نتكلم عن اي حاجه اكتبوا تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.